اهلا بيكم. لو عايزه تاكلي ملوخيه ناشفه تبقى اطعم من الخضره يبقى الفيديو ده ليكم. هنعمله شويه ملوخيه ناشفه هتاكلوا صوابعكم وانا شايفه تاجن الملوخيه ده. يا وعدي بألف هنا وشفا. امشي معايا بس بتريكات بسيطه هتاخدي احلى ملوخيه هتعمليها في حياتكم. بصوا قوام الملوخيه جامد وجميل ازاي. تعالوا نقوم مع بعض نشوف عملناه ازاي. حله على النار هنقطعه بصلايه صغيره زي ما انت شايفه كده. كل واحد وطريقته يعني، بس انا بقول لكم طريقتي اللي نجحت معايا. بصلايه صغيره كده بتقطعيها وبتحطيها في معلقه سمنه او زيت المتاح عندك تحمر. تيجي نازله عليها بنص معلقه توم زي ما انت شايفه كده. التوم بيدي نكهه وبيدي طعم جميل جميل جميل. وبتبداي تحطي طماطمايه مبشوره، طماطمايه واحده بس عشان تعملي ايه، تاخديها حلوه للملوخيه يعني كده. بتتسبك معاكي، بتسيبها على النار هاديه بتتسبك معاكي زي ما انت شايفه كده. وبعدين بتنزلي بيها بالمقدار الميه او الملوخيه اللي انت عايزاه. انا هنا عامل طبقين فنزلت بايه، بكوبايتين. عايزه بقى زياده بتزودي، فاهماني؟ بتنزلي بقى بتسيبيهم يغلوا. او دلوقتي قبل ما اسيبهم يغلوا بحط البهارات، بحط مكعبين عشان انا مش مستخدمه شوربه. يعني لو عندك شوربه ممكن تستغني عن المكعب، بس المكعب بيدي لها طعمه ايه، طعم حلو كده، ممكن تستغني عنه. تمام، مكعبين حلوين كده. بتنزلي بنص معلقه توم مش مستويه يعني مدوقه زي ما انت شايفه. بتديها برضو طعم وريحه حلوه في الشوربه نفسها. نص معلقه كمون، نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه كزبره ناشفه. دي البهارات ان شاء الله هتعجبكم. يعني تنزلي بالملح بس خدي بالك عشان انتي حاطه مكعبين عشان لما تحدقش منك يعني. تمام، حطيت نص معلقه كمون في الاسمر كزبره ناشفه زي ما انتوا شايفه. وبنحطها على النار بقى بتغلي اهي زي ما انت شايفه غليت. بتبداي تجيبي الملوخيه الخضراء بتبقي مكرماها يعني نخلاها كده من التراب اهي. بصوا بتحطي بقى معلقتين تلاتة اربعة على حسب الملوخية القوام اللي انت عايزاه. ببدأ بقلبها ليه بسرعة كده عشان ما تعملش تكتلات يعني وتكلكع كده. بحط بالملوخية عيني ميزان، انا بحطه وبقلب ايدي بقى بتشوف بقى القوام اللي انا عايزاه. بقلب، خدي بالك عشان هي لما بتغلي بتتقل. تمام، انا بقلب ايدي بتقلب وعيني برفع المعلقه كده بشوف ايه القوام بتاعها هيبقى ايه عشان ما تكلكعش مني برضو. بصوا بشوف كده لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. هنا بقى هنعمله الطشه دي عباره عن ايه، معلقه سمنه بلدي. ما عندكيش سمنه بلدي هتحطي معلقه اي سمنه جنه روابي اي حاجه عندك. ما عندكيش بتعمليها بزيت. بتحطي بقى نص معلقه توم، نص معلقه مدوها فلفل او توم صحيح. بتحمريها بتوصلي للون معين محمر كده. وبعد ما تحطيه السر بقى ان انت بتحطي نص معلقه كزبره ناشفه. دي بتنقلها في حته تانية خالص. وبتاخدوا تشويحه بس على النار كده وبتنزلي في الطاجن بتاعك. واحلى ملوخيه هتاكليها. لو عجبتك ما تنسيش اختك باللايك والشير وتدعميني. بصي الملوخيه طالعه جميله. بصوا ريحه وطعم بقى هتدوري عليها بقى. بتقلبيها او بتقلبيهاش يعني. انا هنا بصي حطيتها واحلى احلى هنا احلى اكله.